ليه وافقت تطلع معايا النهارده وانت لأن جاي مجهود وعندك حاجات كتير؟ لأنك أولا إنسان شيك في كلامك، ربنا يخليك يا دكتور. شيك في أخلاقك. من يوم أن عرفناك شخصيتك متفردة، مش إعلامي بيقدم الناس في المياتم زي أي حد، لا. الله. لك ما انتاش رايح عشان خاطر ان انا اقول وقارئ مصر وقارئ العالم والدنيا والدين والى شهاده اخره. لا يا عم الحاج، انا مش كبيره قوي، شهاده كبيره قوي عندي دي. انا مش عاوز. انك انت راجل لما بتقدم واحد، مش عشان خاطر ان انا رايح لعبد الفتاح فهعمل منه بقى ايه، التاج اللي على رؤوس القراء. اه. لا، فلان ده اصل ما بستفدش منه حاجه اخسف به الارض. لا لا ابدا، المنهجيه دي مش موجوده عندك. انا شايف ان حضرتك راجل عقلاني في كلامك في تقدمتك، وكلما كان الاعلامي مش اوفر قوي في اه. الفاظه، اختيارك اه. هيبقى في نظر الجميع إنسان محترم وراقي. وأنا أتشرف أنني أجلس خلف ظهرك وأنت تكون في المقدمة الله. مني وتقدمني، لأن أنا مش جايب واحد يطبل لي ولا يزمر لي. يا نهار أنا ابيض. أنا عاوز واحد يقول تلاوة قرآنية يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. انا بعشق الدكتور الطاروطي. وأنا انا مش عارف اقول شرف حاجه اكتر من كده. وأنا شرف لي أن أنا أكون معك. ربنا أنت يعني يخليك. مميز، لبق، بحب حواراتك. يا أكيد معك الجديد يا ومعك نهار. ما يضيف لنا، لأنك يعني بشباك مع الفارق الكبير طبعا لحضرتك، قيمتك الله وقامتك. يخليك. الأستاذ مفيد فوزي طبعا اللي كان بيطلع أكثر يا نهار ابيض. من دي شهاده. انا لا، انا قاعد اسمعه. انا دي شهاده هتتحط كده في تاريخي.